السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير أمير. اليوم جبت لكم وصفة تاع السردين كيما تاع القابسة نيشان بلا ما تشيله، تاع القابسة لا والو. قلت الله نبداو نديرو 2 حبات طوماطيش، نزيدو فيها كيما شفتوني هنايا مغرفة تاع الثوم، وعلى جهة نجيبو طوماطيش تاع القوطي 2 مغارف، ونزيدو عليهم 2 كيسان تاع ما. خلطي مليح الماء هذيك توليش كونسونطري بزاف، خلطيها بيان كيما راكي تشوفي، خليك تشوفي في الصوره. فوالا، ومن بعد هذيك الطوماطيش اللي راكي تشوفي فيها نخلط فيها غادي نديرها مع الطوماطيش تاع الحبه. نزيدو عليها لي زيبيس ساهلين، عندك الحرور، مغرف كمون، ملح، هذيك اللي زدته دروك هو مغرف تعليم، زيت مغرفه تعليم عصير الليمون، 2 مغارف زيت الزيتون. من الافضل يكون زيت زيتون، انا ما كاش عندي زيت زيتون درت زيت عادي. زيدي معاها قلت لك لي زيبيس، الحرور، بابريكا، الملح، شادر تاني الملح، صاي هادو هم. نخلطو بيان كوم الفو، نخلطو غايه هكا. ومن بعد غادي نعاودو نجيبو هذيك الطنجره ولا الطاجين اللي بغيتي تخدمي فيه، نحطوه فوالا. هاي السردينه بعد ما نقيتها وغسلتها بيان وجيليها على جهه، نجيبو داك الطاجين نفرغو فيه شويه تاع الطوماطيش، هذاك الخليط اللي درناه، نفرشو الحوت تاعنا السردينه نفرشوها على كاع الطماطم، ومن بعد غادي نعاودو نزيدو نفرغو فوقها الطماطم اللي بقات لنا هاكا. فوالا، غادي نبلعو عليها، غادي نديروها فوق النار طيب، ما نطلقوش بزاف من الغاز، ونخلوها هكا 15 دقيقه ونقلعوها. هاي النتيجه قدامكم، خليكم تشوفوا النتيجه. تخرج ما شاء الله سردينه كيما تاع اللي تاكليها في لي بواط ساردين تاع لي طوماط، كيما هذه نفس الذوق، برك هذه صحيه 100%، وتوالم الوجبات الصيفيه تاعنا وتشبع. نشكركم على المتابعه، ما تنساونيش بجيم واشتراك.